عندي هنايا كميه من هاد الركيبات ديال الدجاج، غسلتهم مزيان واستقطرتهم وزولت لهم هكا الزوائد ديالهم وتقبتهم بواحد الموس، ما عرفتوش تيبانوا لكم بحال هكا باش تدخل فيهم الشرموله. فانا عندي كميه لا باس بها. دقيت هنايا العصير ديال نص حامضه، 6 الفصوصه ديال الثومه كبار، وعندي شويه ديال القزبور والمعدنوس دقيتهم مزيان. ندير شويه ديال المليحه ماشي بزاف، معلقه صغيره عامره السكينجبير، معلقه صغيره عامره الخرقوم، نص معلقه ما عمراش ديال الابزار، شويه ديال الزعفران شعره، شويه ديال السمن زويته. الا قدرتوا تشرملوا هادشي ليله قبل يكون احسن. الا كنتم مزروبين فالقليله تخليوهم واحد الساعه د المكانه، غادي يطيبوا في الفران. فخديت واحد الكميه ديال البصله لا باس بها لان غيطيبوا بالبصيله، وسفتهم في الطبسيل اللي غادي يدخل للفران. درت شويه ديال الزويته ومن بعد ما شرملت هادو غادي نديرهم فيه. البصيله كتعسل من بعد، وهذا الشيء كيطيب في الفران دفعه واحده ودغيا كيطيب. الشريمله اللي باقيه لي غادي ندير لها واحد الجغيمه د الماء ونكبها هي فين غيطيب الدجاج. الفران عندي مشعول على اعلى درجه 250 درجه. بالنسبه للفران حتى فيه المروحه كيطيب من الفوق ومن التحت في نفس الوقت. غندير بابي كويسون، بابي الومنيوم، وغادي ندخلهم للفران القليله واحد 40 دقيقه، وغادي نخليهم ما تخافوش راه كيزيدوا يطلقوا الماء والبصله كتزيد تطلق الماء. ندخلهم يطيبوا. دوز واحد 30 دقيقه، هزوا الالومنيوم زولوه والبابي كويسون ودخلوه للفران يتحمر. قلبوهم هكا على جوج ديال الجوانب وخليهم حتى يتحمروا ويتعسلوا. شوفوا البصيله كيفاش كتجي واقفه في الزويته، وهذا الكيبات كاملين كيجيو معسلين. ما نقولكمش اللذه ديالهم والمذاق ديالهم والشكل ديالهم. ونتلاقى بكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.